كتير بنحذر أبنائنا وبناتنا في سن المراهقة من الحب. بلاش تحب، بلاش تحبي، لاعتبارات دينية أو اعتبارات ثقافية أو اعتبارات اجتماعية. وبعد كده لو حد منهم خطب أو اتخطب نفضل نقوله ما تبقاش بتحب قوي كده، أصل انتوا ممكن تسيبوا بعض. طب بعد ما يتجوزوا نبدأ نقول للزوج ما تبقاش مدلوق قوي كده، يعني خليك بالعقل كده، حب بعقل. ونقول للزوجة ما تبقيش برضو تحبي قوي كده أحسن يستغلك ويحصل. ونبدأ نقول لولادنا كمان ما تحبوش صحابكم قوي تتعلقوا بيهم كده، يا ولاد الدنيا بتفرق الناس وكل واحد بيروح لناحية. ونفضل نقول للأم ما تتعلقيش بولادك وتحبيهم الحب اللي يخليكي تبوظيهم ويخليكي تدلعيهم. تحذيرات كتير جدا من الحب. يا ترى في حد حذر من الكراهية؟ يا ترى في حد حذر ان الأطفال نعلمهم ما يكرهوش نفسهم؟ ما يكرهوش نفسهم لما يغلطوا، لما يقعوا، لما يحصل لهم مشكلة، لما يحصل أي حاجة ما يكرهوش نفسهم ويحترموا إنسانيتهم ويحاولوا يصلحوا الخطأ بتاعهم بدون ما يحسوا بالدونية ويحسوا إنهم وحشين. هل حاولنا نجنب الأولاد حاجة زي كده؟ هل حاولنا نجنب أطفالنا إنهم يكرهونا إحنا شخصيا؟ عادي، لأن حب الآباء للأبناء فطري. الأب والأم بيحبوا ولادهم بالفطرة، لكن حب الأبناء للآباء مكتسب تماما. يعني عملت ولادك حلو هيحبوك، عملتهم وحش مش هيحبوك. ما تفكرش انهم هيحبوك لمجرد ان انت باباهم او لمجرد ان انت مامتهم خالص. هل جنبناهم انهم يكرهوا نفسهم او انهم يكرهونا؟ هل علمناهم ان الكراهية دي بتبقى عاملة زي شعلة النار اللي الشخص شايلها في قلبه وماشي طول حياته الكراهية دي عمالة تاكل فيه وعمالة تأذيه؟ خليني النهاردة مش هتكلم عن الجزء الأولاني، جزئية الحب وإيه حدوده وإيه الصح فيه وإيه اللي خطأ. الجزء ده هنفرد له حلقة لوحدها. لكن خليني النهاردة اتكلم عن شعور الكراهية اللي محدش بيحذرنا منه ومحدش بيقول لنا احذروا الكراهية زي ما بتحذروا الحب. خلينا نقول ان كل شخص انت شايف ان انت بتكرهه، انت مش بتكره الشخص ده، انت بتكره شعور معين بيستفز او بيتوجد في حضور الشخص ده. يعني مثلا لو انت كاره ان المدير بتاعك انسان متسلط وبتحكم عليه ان هو متسلط او ان هو بيقيد حريتك او كذا، انت مش كارهه، انت كاره شعورك انك مقيد في وجوده. الشخص اللي ممكن يكون اغنى منك او اشطر منك او افضل منك في حاجة انت مش بتكرهه، انت بتكره شعور ان انت اقل منه. الاب والام اللي انت بتحس انهم عايزين يرسموا لك خريطة حياتك، انت مش بتكرههم هما، انت بتكره شعورك بالذنب تجاههم لو انت ما عملتش اللي هما بيقولوا عليه. اول حاجة لو انا عرفت بس انا بكره ايه في الطرف الاخر، كده انا حليت نص الموضوع، كده انا نزعت من جوايا كمية غل وكمية نار كانت هتحرقني انا قبل ما هتحرق اي حد. لو انا فهمت اني مجرد اني بتضايق من شعور كذا في وجود الشخص ده او في تفكيري في الشخص ده بتضايق لاني بحس بكذا، انا كده فصلت الشعور عن الشخص التاني. ما بقيتش اقول لا ده انا بكرهه، لا انا كده فهمت انا مش حابب ايه بالظبط. بعد كده اعمل ايه؟ بعد كده اشتغل على الشعور ده. يعني انا بكره ان الشخص ده في وجوده انا بحس اني مقيد، هشتغل على قيمة الحرية عندي وهفهمها وهعرف ازاي اتعامل معاها. ومش عيب ولا حرام ان انا استعين بشخص مختص يساعدني افهم شعوري ويساعدني ان انا اشوف مشاعري بشكل اوضح واتعامل معاها بشكل صح. انا دلوقتي عرفت ان اللي بيضايقني شعوري بالذنب تجاه الناس دي. شعور الذنب عكس شعور القيمة. شعور الذنب بيبقى معناه ان انا حاطط لنفسي حدود كده وقيم ان انا ما ينفعش اغلط، فبالتالي لما اي حاجة خطأ او قريبة من الخطأ احس بالذنب جدا وافضل اجلد في نفسي. لكن لو انا عندي شعور بالقيمة وعارف ان انا انسان وعارف ان انا من حقي اغلط، ساعتها شعوري بالذنب هيبقى اهدى. هل ده معناه اني ما نميش في اولادي مثلا ان هم يحسوا بالذنب لو غلطوا او كذا او كذا؟ خالص، انا هنمي فيهم الضمير، ان يبقى عنده ضمير، لكن مش ان يبقى عنده ذنب. لان هو كتير بيبقى الشخص مش غلطان اصلا، هو حاسس بالذنب كده بلا هدف، هو حاسس بالذنب عشان هو معتاد في طفولته على الانتقاد وعلى الكلام السلبي، فتعلم ان هو دايما يبقى ماشي صح، فبالتالي لما يغلط يحس بالذنب بزيادة. خلونا دلوقتي نبدأ بالحب بدل ما نبدأ بالكراهية. خلونا العلاقات الإنسانية بتاعتنا تكون فيها حب. خلونا نحذر الكراهية أكتر مما نحذر الحب. نحذر ان احنا نكره حد، لان كل حد بتكرهه بيأذيك، لان كل شعور كراهية تجاه حد هو بيبقى شعور كراهية تجاه جزء فيك انت، وتجاه شعور عندك انت، وتجاه حاجة تخصك انت. طب لو انا دلوقتي الحاجة اللي تخصني دي انا مش عارف اصلحها او مش عارف اشتغل عليها او مش عارف اعملها ازاي، يعني انا دلوقتي عندي شعور دونية مثلا، او انا دلوقتي عندي شعور بالفشل او ايا كان المسمى اللي هتسميه، عندي الشعور ده ومش عارف ممكن اشتغل معاه ازاي. بكل بساطة تقبله، الشعور ده بتاعك، الشعور ده بتاعك انت مش بتاع حد تاني. هي كل الحاجات بتاعتك على مزاجك وانت بتحبها قوي، ولا في حاجات انت بتقبلها لمجرد انها بتاعتك؟ حاجات كتير. فشعورك هو اولى بالقبول من اي حاجة تانية، وكل ما تقبل نفسك وكل ما تحبها اكتر كل ما هتبقى انت جواك طاقة حب، هتقدر تحب باتزان. حبك لذاتك هو اللي هيوصلك
وهيكون طريقك وهيكون مرشدك لحبك لربنا سبحانه وتعالى.